الباب التاني وبتقول لي انا همشي مع المواد التانية برضو ومش هراكم اي مادة تانية. اقول لك يا صديقي السر هنا، السر في المذكرة دي. المذكرة دي يا صديقي انا لخصتها لك، يعني ملخص لك الباب الاول اهوت في صفحتين حرفيا، ملخصها لك في صفحتين. الملخص كونك يا صديقي دخلت الفيديو ده فانت واحد من اتنين، يا اما واحد اصلا ما بدأش الفيزياء نهائي، او هو اصلا بادئ بس مش بيعرف يحل بطريقة صح. او باذن الله في الفيديو ده هعرفك ازاي هنلم الفيزياء مع بعض، حتى لو انت حتى لو انت ما بدأتش، باذن الله في 5 ايام بس. انا عارفك انك سمعت فيديوهات كتير جدا 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 وبيقول لك تعال نلم الفيزياء مع بعض في 3 ايام، تعال نلمها في 36 ساعه، وللاسف تيجي تطبق مش بتعرف تطبق، وده بيسيبك بالاحباط وتروح في نفس الدوامه تاني، دليل انك بتسمع الفيديو ده دلوقتي وانت مراكم. فباذن الله باذن الله وعد مني ليك، لو طبقت كل كلمه في الفيديو ده اقسم بالله هتطلع وتخلص يعني يوم العيد كده حرفيا باذن الله، قبل العيد كمان هتكون بتحتفل انك لميت التراكمات بتاع الفيزياء كامله متكامله وبتعرف تحل. مش هنلم التراكمات مع بعض او مش هنلم الفيزياء مع بعض واحنا اصلا مش هنعرف نحل، لا. باذن الله في الفيديو ده اعرفك هنلم ازاي في 5 ايام، مع ده هنلم التريكات بتاعتنا، ومع ذلك هنحل اسئله الثانويه العامه، ومع ذلك هنسمع شرح ازاي باذن الله هعرفك. ومش معنى اللي انا مثلا هلم الفيزياء اذا هراكم المواد التانية، لا، هنمشي في الفيزياء نلم التراكمات فيها، وهنمشي في المواد التانية بحيث ما نراكمش اي ماده. مش لو انت جاهز يا صديقي فانا جاهز، ومتنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واللايك بتاعك عشان تساعد الفيديو ينتشر، والشير والسبسكرايب والجميل، ويلا بينا يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم امين اللهم امين يا صديقي، اللهم امين. بص يا صديقي، خلينا متفقين مع بعض ان الفيزياء عبارة عن فرعين، فرع الكهربية وفرع الحديثة. فرع الكهربية معانا 4 ابواب، الباب الاول والثاني والثالث والرابع، وعندي الفيزياء الحديثة 4 أبواب برضو. انت حاليا انت خلصت منهم الباب الأول والباب الثاني. تعالى لو انت بتسمعني دلوقتي قبل العيد، فاحنا دلوقتي فاضل على العيد تقريبا 7 أيام بالظبط، فتعالى أقول لك بإذن الله نخلص الفيزياء في 5 أيام. عندي هنقسمها ازاي؟ هناخد اليوم الأول يا صديقي هنذاكر الباب الأول والباب الثاني. ازاي هنذاكر الباب الأول وهنذاكر الباب الثاني وبتقول لي انا همشي مع المواد التانية برضو ومش هراكم اي مادة تانية؟ اقول لك يا صديقي السر هنا، السر في المذكرة دي. المذكرة دي يا صديقي انا لخصتها لك، يعني ملخص لك الباب الاول اهوت في صفحتين حرفيا، ملخصها لك في صفحتين. الملخص ده كان بتاعنا، كنت بلخصه من اول السنه، يعني مثلا كنت بذاكر الفصل كامل وبعد كده اروح الخص الفصل بتاعي، التريكات اللي وقفت قدامي وانا استفدت ايه من الباب ده، ويعني والشرح كمان والقوانين. فالمذكره دي كافيه جدا 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 انك تراجع منها وانك تلم المتراكم منها. حتى انا في فتره المراجعه النهائيه وليالي الامتحان اقسم بالله كنت بذاكر منها، ما كنتش بفتح كتاب نهائي. الكتاب ده انا كنت راميه كده في الجنب وكنت بذاكر من المذكره دي. فالمذكره دي كنز ليك حرفيا، وباذن الله هنزلها لك على جروب التليجرام. هيجي في بالك سؤال دلوقتي، اللي هم اللي بادئين من 6 شهور حرفيا مخلصين منك في 6 شهور دي لحد الان، انا هقدر الم في 6 ايام ولا 5 ايام؟ اقول لك ايوه. بص يا صديقي، خلينا متفقين، انا كنت بادئ كويس جدا جدا في الفيزياء، اقسم بالله كنت كويس جدا، تمام. كنت مخلص مثلا الباب، كنت بعمل الملخص اللي انا عامله في المذكره ده. جيت في وقت المراجعه النهائيه وفي ليالي الامتحان ذاكرت من المذكره دي. بغض النظر انا في اول السنه كنت بحفظ الاميتر هو، الامبير هو، شدة التيار هي، الكولوم هو. هل احنا محتاجين الحاجات دي؟ نهائي. ولكن احنا كنا يعني بنذاكرها بنراضي نفسنا، لكن هي اصلا ملهاش لازمه، فكنا بنضيع وقتنا في الحاجات دي يا صديقي. فما تقلقش خالص، ما تقلقش خالص، ان الله عز وجل كريم اذ اعطى ادهش. ربنا عالم بيك، ربنا عالم بضغطك، ربنا عالم انك عايز تلم، وانك حوار انك عايز تلم اصلا ودخلت الفيديو ده، فده دليل انك عايز تلم. فربنا ممكن اصلا يكرمك انك بتسعى لحاجه زي دي، زي ما قلت لك ان الله كريم اذ اعطى ادهش. فوالله العظيم انا مثلا عندي واحد صديقي زي ما انا قلت في الامتحان بتاع الكيمياء، اقسم بالله ما كان بيعرف حاجه في الكيمياء وجي لمها تقريبا في اسبوع، اقسم بالله جبت 59 من 60. فده يا صديقي ربنا كريم
مش بيقيس بالدرجه او بالفكر اللي انت بتفكر بيه ده خالص. فبس مش عايزين نخرج بره الفيديو، وتعالى اقول لك هنعمل ايه باذن الله في اول يوم يا صديقي. اول يوم باذن الله يا صديقي هنمشي كالاتي. قلت لك هنلم الباب الاول والباب الثاني، هنلمهم تقريبا زي ما احنا قلنا في 3 ساعات كمذاكره. طب انا عندي مثلا حاجه واقفه قدامي في الشرح، انا ذاكرت من المذكره بتاعتك يا دكتور، وفي حاجه مثلا مش فاهمها الصراحه، هروح افتح فيديو على اليوتيوب على حسب المدرس اللي انت حابه. مش هقول لك اسمع دكتور كرولوس، دكتور كيرلس مثلا في ناس بتحب تفهم منه وفي ناس مش بتحبه، فليه انا اجبرك مثلا على انك تسمع مدرس معين؟ لا، المدرس اللي انت بترتاح معاه روح اسمع الجزئيه اللي انت مش فاهمها. مش بقى تروح لي تسمع لي فيديو 8 9 ساعات وتقول لي انا مش عارف برضه لم. لا يا صديقي، انت اصلا مفروض كنت سمعت الشرح من اول السنه، ولكن انت مراكم حل ومراكم انك ما ذاكرتش. فانت هتسمع الشرح من المذكره المتواضعه دي، تمام كده؟ في حاجه وقفت قدامك مش فاهمها، هتروح تفتح الفيديو من على اليوتيوب وتسمع الشرح بتاعك. بعد كده، بعد ما انت خلصت الباب الاول ذاكرته مع نفسك، في جزئيه بسيطه وقفت قدامك فهمتها من على اليوتيوب، هتيجي بقى كتاب الامتحان مجمع لك اسئله بتاع السنوات السابقه، دي هتروح تحلها مع نفسك واحده واحده يا صديقي. هيقف قدامك مثلا 3 4 5 7 8 مسائل من 20، مش مشكله، عادي عادي، انت اول مره تحل، انت اول مره اصلا تفتح الفيزياء، فكون ان يقف قدامك نصهم حتى فانت كويس جدا، لان دي اسئله اصلا بالفعل جت في امتحان ثانويه عامه، مش اسئله سهله ومش اسئله تعويض مباشر، لا دي اسئله جت بالفعل في امتحانات ثانويه عامه. فدي لما لك الافكار اصلا بتاع الكتب بتاع اللي هي بتاع اول السنه، سواء كتاب الامتحان او كتاب نيوتن. كده انت خلصت الباب الاول. الباب الثاني هتمشي نفس الكلام، هنيجي بقى هيفضل لك مثلا 3 4 ساعات في اليوم تشوف برضو المواد التانية بحيث ما تراكمهاش. هنيجي لليوم التاني هناخد الباب التالت بس. بقول لك هتاخد الباب التالت لان الباب التالت يا صديقي عليه اكتر من 12 درجه في الامتحان. انا كنت اصلا في امتحان بتاع الثانويه العامه 2024 كنت بحس ان انا بحل في الباب التالت بس حرفيا. الباب التالت لازم تسمع شرح. معلش انا مش جاي اكروتك ومش جاي اقول لك تعال نلم البتاع الفيزياء في 5 ايام وتيجي تدعي عليا بعدها، لا. الوحده او الباب او الفصل اللي مستحق انك تسمع له انا بقول لك اسمع له. الفصل الرابع او الفصل الثالث لازم تسمع له فيديو، تسمع له الفيديو بتاع مستر محمد عبد المعبود، لازم، عشان هو مفصصها لك كل حته باذن الله، ومش هيخرج بره الفيديو بتاع مستر محمد عبد المعبود. تقريبا 4 ساعات 42 دقيقه، هتعملوا على 1.5، هيبقى مثلا 3 ساعات تقريبا. تسمعه، تقرا الشرح بتاعي من المذكره دي، بعد كده تروح تحل مع نفسك من كتاب الامتحان بتاع اسئله السنوات السابقه. تمام كده؟ تمام. هنيجي بقى لتالت يوم. التالت يوم ده هتاخد لي الرابع او الفصل الرابع ونص الحديثه. ده اليوم مين؟ ده اليوم التالت. ده اليوم التالت يا صديقي، بنخلص فيه الفصل الرابع ونص الفصل الاول بتاع الحديثه. هتعمل نفس اللي قلته لك بالظبط في الابواب اللي قبل كده، وبرضه هتلم وهتذاكر المواد التانية. انا مش هضغطك ضغطه كبيره جدا بحيث انك تلم الفيزياء والمواد التانية تسيبها وتراكمها برضه، فاحنا نلف في نفس الدايره، لا، احنا هنلم الفيزياء وبرضه هنلم المواد التانية معاها. تمام. فاحنا كده في اليوم الثالث خدنا نص الفصل الخامس اللي هو اول فصل في الحديثه والفصل الرابع، خلصناهم مع بعض وحلينا الاسئله بتاع السنوات السابقه مع بعض والدنيا زي الفل. وبرده هنذاكرهم من المذكره، وعامل لك شرح مهم جدا في المذكره دي، والله العظيم صدقني حرفيا هنزلها لك باذن الله، وهنمشي واحده واحده. يعني مثلا هنبدا مع بعض من بكره، تمام كده؟ هنزل لك الفصل الاول الفصل الثاني متصورين PDF على جروب التليجرام، بحيث باذن الله اول ما تخش الجروب تلاقيهم. كويس كده؟ كويس. بعد كده يا صديقي هنروح لليوم الرابع. اليوم الرابع هتاخد لي نص الفصل الخامس والفصل السادس مع بعض. نص الفصل الخامس والفصل السادس. كده انت خلصت الحديثة كاملة، كده انت خلصت الحديثة لحد ما انت واقف. هتقول لي مثلا انا والله انا خلصت، مثلا انا المدرس بتاعي خلص الحديث، خلاص هتكمل على نفس المنوال ده، قدامك اصلا كمان يومين كمان على العيد. احنا حاليا في اليوم الرابع، احنا خدنا الفصل الاول والثاني في اليوم الاول، الفصل الثالث في اليوم الثاني، الفصل الرابع ونص الفصل الخامس في اليوم الثالث. اليوم الرابع قلت لك هتاخد نص الفصل الخامس
والفصل السادس مع بعض. كده احنا وصلنا ل4 ايام. كويس. هتيجي بقى اليوم الخامس. والله مثلا انت تعثرت في يوم من الايام، كان عليك دروس كتير، كان عليك مذاكره كتير، راكمت حاجه من اللي احنا قلناهم، يعني مثلا اتفضل لك جزء بسيط ولا حاجه ما خلصتوش، تقدر تلمه في اليوم الخامس ده يا صديقي. ومثلا لو انت ممكن برضو تقدر تراجع مع نفسك الباب السابع، وبكده نكون انت خلصت اصلا الفيزياء حرفيا. انت حاليا اصلا لسه مع المدرس بتاعك بتاخد الفصل السابع والثامن، صح؟ في ناس خدته، في ناس لسه بتاخده، وفي ناس اصلا خلصته بالفعل. فانت اكيد مش مراكم دول، اكيد مش مراكمهم، وحتى لو مراكمهم تقدر تاخدهم في اليوم الخامس. فاليوم الخامس ده هيبقى فتره الترحيلات. انت مثلا ايه، قصرت في يوم من ال4 اللي احنا قلنا عليهم دول، تقدر باذن الله عشان ما تراكمش تاني تقدر تاخدها في اليوم الخامس ده. كده يا صديقي بنلم الفيزياء مع بعض في 5 ايام بس. انا عارف ان الحوار مش سهل، الحوار برضو فيه يعني صعب، هيقابلك مشاكل معاك وانت بتحل، بس والله العظيم لو انت طبقت واتكيت على نفسك، يعني باذن الله باذن الله باذن الله تقدر تخلص الفيزياء، ونحتفل مع بعض باذن الله في العيد انك لميت الفيزياء وخلصت ماده زي الفيزياء. ماده مش سهله، ماده باذن الله تخش تقفلها في اخر السنه. ولو عايز تنضم معانا في معسكر بتاع الانجليزي، ابعت لنا على الرقم اللي هيظهر لك ده. والسلام عليكم.